القاعة اللي هنا دي يعني يمكن شوية نلطف بعد الحرب وبعد العنف ده وبعد الصرامة اللي موجودة. هنخش على قطعة تعتبر بداية الثالثة ليا في حياتي، اللي هي قدمتني لجمهور المتذوقين والنقاد والدولة ويمكن برضو في العالم العربي، وممكن في لأني خدت فيها جايزة من كامبريدج. بقيت محاضر في كامبريدج وسافرت انجلترا وعملت منحة، وكمان أمريكا ادتني هيئة السير الذاتية ادتني جايزة الميدالية الذهبية للحرية. فالحقيقة حتة بعتز بيها، وهي خدت جايزة أولى في المعرض العام سنة 83، وبقت فتح جديد ليا إن أنا أشوف الحالة التكوينية التحويلية دي، اللي هي مش التبسيطية ولا التحريفية، لا ده حالة تحويلية. خبرة بقى التحويل دي خبرة بدأت هنا. عشان إيه كده؟ القطعة دي أنا بعتز بيها لأنها تعتبر قفزة كبيرة، قفزة إبداعية كبيرة في حياتي الفنية. هنا بقى التشكيل آخر، يعني جاي من التمثال المصري القديم، الراحة ولكن تبسيط الكتل في شكل تكعيبي كده مريح، إنسان بيستريح. فطبعا دي بعد المجهود الجبار بتاع تماثيل الأمواج دي، فيجي بعديها الشكل المريح البسيط، واحنا كلنا في احتياج لهذه البساطة. الإيقاع ده حاجة مهمة جدا، ولازم الإنسان دايما يحلم إن هو ما يبقاش الدنيا فوضى في حياته. لازم يبقى عارف إن في إيقاع في تصرفاته، في إيقاع لحركاته، في إيقاع لكلماته، في إيقاع لعلاقاته، في علاقات لأحاديثه وأفكاره. لو احنا ضبطنا نفسنا، دي دعوة لضبط النفس وضبط الشخصية، الناس مش هيبقى فيه مشاكل. أما العشوائية في التصرف بتدي نوع من التصادم الداخلي الفكري والخارجي مع العلاقات مع الناس. بنت البلد هنا، بنت القرية دي اللي هي الطيبة، اللي هي شكلها بسيط بس محتوية كل حاجة، فيها البيوت وفيها الشجر وفيها الحنية وفيها العلاقة الإنسانية الجميلة. وأنا خدت الشكل الطفولي ده بالنتوءات والحاجات بتاعته الظريفة دي، يعني الشكل يبقى فيه مش كتل، فيه نتوءات مع الطائر الجميل اللي هو فيه محادثة ما بينه وما بين السهم بتاع الطائر مع الكيرف بتاع الوش بتاع الشعر، فيدي علاقة تكوينية مهمة مع النفاذ بتاع الفراغ ده، مع الفراغ الصغير ده ممكن يبقى حجمه 20 سنتي، بس في السطحية لو اتكبر هتلاقيه يدي اتساع زي صدرها وزي طولة البال بتاعتها. هنا الحقيقة دي أول قطعة بعتز بيها، لأنها أول قطعة عملتها بعد تخرجي وتعييني معيد بالكلية. وبقيت حيران، أنا رايح فين؟ أنا عايز أعمل إيه؟ فرجعت ليلة كنت بزور المتحف المصري، ولقيت الكابيزم أو التكعيبية المسيطرة على النحت المصري القديم. فرحت عامل البورتريه ده لوجه فتاة كله من الأهرامات، لأن كنت اتفرجت على وجه نفرتيتي، وجه جميل جدا ومحسوب نحتيا بشكل قوي جدا، وهي برضو بصة نفرتيتي بصة لفوق. فخدت اتجاهات الوجه والحلم اللي هو متجه للقمر ده، وعملته طبعا بطريقة مودرن مع الشعر مع الحذف المحسوب، كله عبارة عن حذف. بعد ما رتبت ده هرم وده هرم وده هرم وده هرم وده هرم، فمجموعة الأهرامات دي لما تركبت وآتية من التراث المصري القديم بتدي منظومة تكعيبية ومنظومة بنائية جديدة. فده برضو من الحاجات اللي دعمت موقفي كفنان
وسط الحركة التشكيلية المصرية. آه، ده تمثال الحقيقة أنا بعتز بيه جدا، لأنه هنا أنا بأدي فيه الأداء الواقعي في البورتريه، فن البورتريه. وده الشخصية عظيمة جدا عربيا وإسلاميا ويعني في المجتمع بتاعنا. ده الرحالة ابن بطوطة العظيم، اللي هو كاتب التاريخ وكاتب أخبار المدائن والقرى والأحراش والصحراء والبحر والغابات وكل الوطن العربي للعلم في كل البيئات دي، البدو والتحضر والشواطئ والريف. هو لف كل ده لغاية جنوب أوروبا وغرب آسيا، يعني يقال إن هو وصل لغاية دول قريب من الصين. طبعا لف الجزيرة العربية، الشام والعراق، تركيا، اليونان، وجنوب إيطاليا وأسبانيا، ودخل هو جاي من مراكش وتجول لغاية مالي. وعشان كده التمثال ده منفذ، كنت دعيت إلى تنفيذه بالبرونز في حديقة الخالدين في باماكو في عاصمة مالي. عاملين حديقة كبيرة لكل عظماء العالم، ده واحد منهم. وجي مصر واستقر في مصر 13 سنة، وصف فيها زي جبرتي كل المدائن وحياة الناس وشكلهم وملابسهم وطعامهم وأفكارهم وأحاديثهم وطرائفهم. فشخصية عظيمة جدا. أنا طبعا بالأعمال بتاعتي طبعا بتذكر يعني أفكار ويعني يعني البيئة بتاعتها الفكرية اللي أنا بحاول أجرب فيها، لأن النحات إنجازاته كلها إزاي إن أنا أعمل تشكيل جديد. يعني اللي هاممني إن أنا مش أعمل كم وخلاص، أنا اللي هاممني إن أنا قدامي خامات وقدامي أفكار، وبقدر إزاي أشكل تشكيل جديد. فإذا كنت عملت هنا التشكيل المتماسك المبني معماريا، فأنا هنا برضو نوع من البناء المفكك، في حاجة اسمها البنائية وفي حاجة اسمها التفكيكية. فأنا ببص للجسم هنا لأن كنت في المسبك وبسبك تمثال، فالناس اللي هم العمال المهرة وهم بيسبكوا وبياخدوا البدقة يصبوا في القالب عشان الكاستنج، بيدلق منهم أو بيتسرسب منهم على الرمل اللي حواليهم بعض السائل المصهور اللي هو النحاس أو البرونز، فبيعمل بقع كده وبتتجمد بعدين. فأنا قلت الله، ما احنا نفس الحكاية، احنا كإنسان احنا بقعة موزعة في الطبيعة. فرحت واخد الإنسان ده محلله في قالب وحطه في إطار المصهور اللي هو بيدلق من البدقة ويتجمد، فاداني الشكل الإنساني ده اللي هو في نوع من الاستلقاء، في نوع من الراحة، في نوع من التفكير، في نوع من إعادة تكوينية الفكرة بتاع الإنسان. وأهم حاجة العلاقات النحتية اللي بتبقى في التمثال دي اللي يهمنا في القيم الجمالية اللي احنا بنبحث عنها في التشكيل. تجربة هي دي تقريبا آخر تجربة أنا عملتها في البحث بتاعي في المعرضي ده. يعني دي النهاية، الحاجات القطعتين دول معمولين 2000، وده طبعا اللحام ده بتاعي، وهو منفذ من الحديد الستيل المربع والمدور والمجوف، والحمام اللي طاير او الطيور اللي طايره دي. عباره عن التمثال لازم في حاجه اسمها البري فورم، يعني ما قبل التكوين بتاع الشكل. يعني كلنا بنبقى جنين جوه البطن وبعدين نبتدي نكبر، وبعدين الولاده هي عباره عن خروج او يعني نفاذ من الرحم لحالة جديدة من شكل الحياة.
فهي لو افترضنا ان القوسين دول او الحنيتين دول كانوا مكونين كوره جواها الحمام، فبرضو السلام ده عباره عن ولاده، السلام دي عباره عن انفراج للشكل اللي هو الديشز ده، الطبق ده الكوني ده، الفكر اللي هو بتاع الجيل الخامس ده في التشكيلات. وده بيفرد لنا شباك كان حاجب او حاجز الحمام ده كله. فاول ما حصل الانفراج الفضائي ده الحمام كله انطلق، زي افكارنا وزي احلامنا وزي يعني حياتنا اللي هي احنا عايزين فيها ننعم بحرية الانطلاق. وطبعا الأعمال دي أعمال صرحية تنفع تتحط في الميدان، يعني خصوصا المدن الجديدة وشرم الشيخ والغردقة وكل المدن اللي هي فيها عمارة حديثة تقبل النوع ده من المنشآت الحديدية أو المعدنية، وفيها الأفكار اللي هي أفكار الجيل الخامس زي ما بيقولوا. الفن برضو ليه أجيال. وكمان احنا ما بنعملش في النحت بتاعنا موضة، لا احنا بنعمل أفكار عميقة. وديت السياح طبعا اللي بيجوا مصر عندهم الفنون دي متقدمة، فلما نعمل فنون ذات معاني في الحياة أو معاني إنسانية ده يجذبهم أكتر. وفي نفس الوقت احنا بندعو للسلام اهوت وبندعو للقيم النبيلة يعني. والعلمين يعني يليق في رسالة إلى مدينة العلمين الجديدة بكل منشآتها الحديثة، ينفع مع العمارة الحديثة. وفي العاصمة الإدارية، يعني العاصمة الإدارية دي مدينة فيها حياة جديدة وفيها سلام جديد، ينفع أن ننشئه بس بأحجام وارتفاعات مناسبة للأبراج اللي موجودة. وده هيبقى شيء بصري مبهج جدا. وهو كمان كل عمل لطيف ده بيسعد الناس وبيدي رؤية، وممكن الناس تمشي من هنا، يعني يتعمل معابر وممكن يتعمل كافيتريات هنا في الحتة دي، والناس تبقى قاعدة تحت الحمام ده وتشوفه من الفتحات دي، هيبقى حاجة فيري نايس. هنا التمثال إذا كنت بعمل هنا البيس والسلام، فانتقلت في الحديد لقيت فيه إمكانية أخرى جديدة. وأنا الحديد صارم مش عايز حسوكة. والحديد إذا كنا بنشوفه في العصر الحديث متلمع وبيلمع ومتنكل وحاجات زي كده، فدلعنا كده الحديد. أنا ما عملتش كده، أنا عملت في التمثال ده الحديد الحقيقي اللي هو بالصدى بتاعه، بالإمكانيات اللي هو بيتعامل فيها مع الطبيعة. وخليت اللحامات وخليت الباتشز اللي أنا عملتها من قصات اللحام دي واللحام الرافنج ده اللي هو الطبيعي، مع الدشز دي اللي عامله لنا حاجة آلة مهولة تنفع في القرن مش ال21. المباني اللي هي ممكن لو رحنا القمر أو رحنا المريخ نحلم بالنوع ده من المباني اللي هو عامل زي التبات أو عامل زي الحصون الحديدية اللي بتحمينا من الأجواء الحارة. ده نوع من العمارة اللي ممكن تبقى في المريخ تتقي بيها الرياح الكونية أو الحرارة العالية بتاع الشمس طبعا محرقة، أو الغازات الغريبة اللي في أجواء الكواكب دي. وهو كمان شكل في الحداثة في العمارة، وممكن الناس تصعد في الأماكن دي بإسانسيرات ويبقى فيه هنا يعني هو هيبقى عالي جدا وفيه مكونات وعمارة وفيها شبابيك وفيها حياة من نوع خاص، واستقبال بقى الرسائل اللي جاية من الأرض أو اللي جاية من الكون عن طريق الدشز ده. كل ده أنا حلمت بيه. والحديد إمكانياته عالية جدا أكتر من البرونز، ده اللي أنا يعني بقدمه هنا.
وانا بحب الشغل ده لانه ملاني سعاده بتشكيل جديد، لان الحديد له امكانيات جباره في التشكيل وممكن يتسامق او يرفع، او الهرم كده رحت شاده فبقى ليه كده سمو واناقه وفخامه وصرامه. ده مش هنلاقيه في البرونز، لا نلاقيه في الحديد. يعني فكره الصرامه هي فكره التاني نيرفنج، يعني انفعالي اكتر. ده مش انفعالي، انما ده فيه نوع من الصراحه ونوع من الصرامه، ودي قيمه جديده في النحت بتاثر علينا ان احنا محتاجين زي السلم الموسيقي نطلع الى من اضخم حاجه واثقل حاجه الى ارفع حاجه واسمو حاجه واحد حاله ممكن يبقى فيها الشكل الموسيقي النحتي. ها؟ ثلاثية، هم يتجمعوا مع بعض وممكن يتحطوا في ميدان، ممكن في سيناء، لأنه هو مرتبط بالنصر ومرتبط بالإنسان لما انتصر على الصعب، وهو إنه يفلق المسلة ويخترقها. فطبعا ده حاجة قوية جدا، ويطول السماء بإيديه. يعني ده نوع من التشععات. الوصول للنصر ده بيطلع الإنسان للسماء، بيسافر كده زي مركبة الفضاء على هذه المحاور اللي بتوصله لطريقة السماء. وده طبعا الباور أو الطاقة اللي هي بتوصل الإنسان. دي أفكار تجريدية تنفع في الميادين، وتبقى تحتيها هنا بحيرة مترقرقة الماء، فتدي انعكاس هنا بالليل، فتدي حاجة بصرية جميلة جدا جدا. ده الجندي بقى هو بيشاور للنصر، يا ترى هو ده مدفع وسلاح ولا أسلحة غريبة، اللي هو متلخبط على السلاح بتاعه، معجون كده بإيه، بالأسلحة بتاعته اللي هو انتصر بيها. ده تمثال يعني بيعبر عن، كلنا بنبحث عن التوازن داخلنا، التوازن ما بين الخير والشر، ما بين الغموض والوضوح، ما بين الحب والكراهية، ما بين الصح والخطأ، ما بين الطيران وما بين السكون فالحقيقة أنا بحقق في التمثال ده فكرتي عن إن جوه الإنسان وكرمنا الإنسان. دي كلمة كبيرة جدا، لأن التكريم مش معناه الرتبة، لا، معناه إن ربنا جمع في الإنسان جسميا ومعنويا كافة الأفكار. علم آدم الأسماء كلها. الأسماء مش معناها أسماء البشر، ولكن الأفكار، التشكيلات، يعني عظمة الإنسان. وإحنا ده اللي أنا ببحث عنه في النحت بتاعي، إن في أشكال لا نهائية مخبوءة في جسم الإنسان، يوازيها أعداد من الأفكار اللانهائية اللي هي بتميز الإنسان، اللي هو تحمل المسؤولية عن الجبل والبحر والصخر والجماد والطيور والحيوان. فكرمنا الإنسان وكرمناه عن الشجر وعن القمر وعن الشمس،
باحتوائه على الأشكال والأفكار بشكل لا نهائي. الحقيقة هنا أنا سنة 80 عملت رحلة للواحات وشفت حاجات عجيبة قوي. بالمصادفة أنا ماشي بتفرج فرحنا حتة منطقة صحراء، لقيت عاصفة ترابية ورملية هائلة جدا هبت، ففكرت إن الناس هتجري. كل الناس قالوا اوعوا تجروا ولا بتاع، خشوا العربية واتفرجوا. لقيت كل الناس قاعدة يا إما على الأرض يا إما واقفة ثابتة في الهواء لغاية ما العاصفة دي تمشي. فشفت السيدة اللي هي لابسة اللبس البدوي ده ومداري وشها، مفيش غير فتحة كده تداري وشها عن وعينيها عن الهواء، عاملة زي شباك المبنى أو القلعة أو كده. وكان على صدرها هذه الغنائية اللي نقول عليها المدندشة دي، اللي هي يا ترى السيجة، يا ترى الشطرنج، يا ترى يعني في أفكار كتير جوه صدرها، وهي شكلها واقف في ثبات زي ما تكون بتصلي في جماليات ووقار يعني. الحقيقة برضو دي أعمال أنا بعتز بيها جدا في بداية حياتي. الحقيقة برضو دي من الحاجات القديمة اللي هي وجه طفولي ممسوح فيه كل التفاصيل. الطفل ما بيهتمش قوي بالحاجات المبنية المكلكعة البارزة البتاع، فالوش الطفولي كده يدل على سلاسة التفكير، ولكن في أعماق مهمة جدا تعبيرية عند الطفل لابد ان احنا نتأملها. الطفل عالم خصب جدا وجميل جدا جدا. ده المصغر بتاع الحلم. كنت بفكر بطريقة معينة برضو، فيعني ما يزيدش عن 18 ل 20 سنتي في ارتفاع 10 12 سنتي. ازاي في المساحة الضيقة دي ان انا اقدر اعمل كل التفاصيل دي بالميوزك الشكلي بتاعها. هنا التمثال ده بعتز بيه جدا برضو، لانه هو اسمه الطائر المتيقظ، اللي هو عامل زي الديك اللي هيدن، عامل زي الطاووس، عامل زي في طيور جميله قوي عندها اعتزاز كده وهي واقفه على الاغصان او واقفه على الارض، ولها اعتزاز كده ولها رونق ولها بالريش بتاعها تستعرض كده تحت الضوء، واضع فيه البتنه والتدهيب، زهو الطائر وانه يقظ والحياه عنده متفاعله وفيها ثراء يعني. الحته دي بعتز بيها لاني عملتها بعد وفاه والدتي، فكنت في حاله كأن عاصفه، كأن انسان في عاصفه وبيتقيها، عاصفه شديده هو اسمها ضد العاصفه. فلقيت فرصة ان انا اعمل هذا الامر، فطلع الشكل ده اللي هو فعلا بيقاوم بشدة شديدة اي ظروف عنيفة بتمر بيه. وطبعا هنا بقى جماليات التشكيل وجماليات السطح بكل المكونات الانفعالية اللي فيه والداخلية والحوار الوجداني اللي موجود. والكرات دي بتدل في كرة هنا وكرة هنا وكرات هنا، تدل على التوازن، محاولة التوازن مع الظروف العنيفة اللي ممكن الإنسان يمر بيها.
في محاولة توازن ضد العاصفة أو ضد الظروف الصعبة، في حوار اتزاني بصري يعني مدهش. دي طبعا يعني طائر من الطيور اللي هي بتترقب، واقفة على ورقة شجر فيها بعض البذور كده الجافة، وهو بيترقب ده، وكلنا بنترقب الأحداث بتاعتنا زي الطائر ده ما بيترقب طعامه أو الحبوب اللي هو يتغذى عليه. يعني عجائن الزجاج ديت بالضوء بتاعها، الزجاج يحب الضوء، فعملت علاقة مع ورقة نبات مع الندى بيتدحرج عليها، وده مناسب قوي لموضوع عجائن الزجاج المضيئة. دي حبات الندى بتتدحرج على ورقة نبات الصبح كده، بتدي نفس الازدهار، هي اسمها ازدهار يعني، رونق الندى مع الورق وبيتدحرج عليه، بيدي جماليات ولطافة للنحت. النحت ممكن ما يبقاش عنيف زي الحرب، ممكن يبقى لطيف ورائق وصافي وعذب وموسيقى يعني، والإزاز بيقوم بالدور ده كخامة مضيئة وشفافة وراقية وصافية. أنا بشكر المخرج الكبير إسماعيل بكر على استضافتي في البرنامج العظيم بتاعه اللي هو جاليري حول العالم، بما يعرضه من أعمال الفنانين من كل أنحاء العالم، وبيعرضوا للمتذوقين والباحثين عن الجمال. إن شاء الله هيبقى معانا لقاءات كتير نعرض فيها بقية أعمالي، زي الأعمال الميدانية اللي أنا اتنفذت في الميادين أو المدن الجديدة أو المنشآت العامة زي مجلس الوزراء المصري.